كل الأنظار تتجه نحو تشيلي. الحلم المونديالي لمنتخب المغرب للشباب على وشك يبدأ، لكن ضربة البداية رح تكون ضد خصم من العيار الثقيل جدا. خلونا ندخل في تفاصيل أول وأصعب مواجهة لمنتخبنا الوطني. إذن السؤال اللي يطرح نفسه، مين هو التحدي الأول اللي رح يواجه أشبال الأطلس في مونديال تشيلي 2025؟ والإجابة صدام كبير. نعم، المهمة الأولى لمنتخب المغرب رح تكون أمام المنتخب الإسباني القوي، واحد من أقوى المرشحين دايماً في الفئات السنية. يعني بصراحة بداية نارية واختبار حقيقي لطموحات الفريق من أول دقيقة. طيب، الكل يسجل عنده هذا الموعد الهام جداً. المباراة رح تكون يوم الأحد 28 سبتمبر 2025. اللقاء رح يكون على ملعب خوليو بريونس في سانتياغو، والأهم هو التوقيت المثالي. المباراة رح تنطلق على الساعة 9 مساء تماماً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، يعني سهرة كروية مضمونة. لكن لحظة، مواجهة إسبانيا هي بس بداية المشوار الصعب. عشان نفهم حجم التحدي الكامل لازم نلقي نظرة على المجموعة اللي وقع فيها المغرب، واللي الكيدز بيسميها المجموعة الحديدية أو مجموعة الموت. وهنا الصورة تتضح أكثر. تخيلوا، جنب العملاق الإسباني المغرب رح يواجه البرازيل، يعني أسياد اللعبة بتاريخهم الكبير في بطولات الشباب. ومعاهم كمان المنتخب المكسيكي، الفريق العنيد اللي مستحيل تستهين فيه. بصراحة مهمة تتطلب أداء استثنائي في كل مباراة. وطبعاً عشان ما تفوتوا أي لحظة من هذا الصدام الكبير، رح تكون المباراة منقولة بشكل مباشر وحصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس. وفي النهاية يبقى السؤال الأهم، مع كل هذه الصعوبات هل أشبال الأطلس عندهم الإمكانيات عشان يتجاوزوا هذا الاختبار الأول بنجاح؟ ولا رح تكون الكلمة العليا للماتادور الإسباني، يلي أكيد هو إنه البداية رح ترسم ملامح كتيرة للمستقبل؟